巨人って素晴らしいな。بتبدأ الحلقة بميكاسا وهي بتصحي ايرين، وبنشوف ايرين وهو بيعيط، وبتسأله ميكاسا انت بتعيط ليه؟ وبعد كده بنشوف طفلين في الغابة وبيكون اسمهم خليل ورمزي، وبيكونوا بيخبوا الفلوس اللي رمزي سرقها. خليل بيقول لرمزي ان الناس لو عرفت ان هو سرق هيقطعوا ايده التانية. بيرد عليه رمزي وبيقول له لو مت بودي الفلوس ديت لعيلتي. بعد كده بنشوف الناس وهي بتجري جنبهم في الغابة، ولما بيبصوا ناحية القرية بيعرفوا ان العمالقة وصلوا لهم وابتدوا يدمروا المدينة. ايرين بيكون ماشي على رصيف البحر وبيقول لنفسه ان هو هيقتل كل الناس دي، وهو ماشي بيشوف 3 ماسكين عيل صغير وبيضربوه في شارع ضيق، وبيكون الواد ده هو خليل. بيروح ايرين ليهم ويسألهم هما بيضربوه ليه. واحد فيهم بيقول له انه هو حرامي وكمان مش من المدينة، وواحد تاني بيقول له الموضوع ما يخصكش، همشي من هنا بدل ما اموتك. ايرين بيقول له عندك حق، وايرين بيكلم نفسه وهو ماشي وبيقول انا كده كده هموتهم وبلاش اعمل دور البطل دلوقتي. لكن بعد كده بنشوفه على تل وهو شايل خليل، وبنعرف ان هو انقذه وضرب ال3 وسابهم مرميين في الشارع. خليل بيشكره لكن ايرين بيقول له انا اسف، وبيبدأ يعيط بهستيريا، وبيكون خليل مش فاهم هو فيه ايه. بعد كده بنرجع ليهم وهم في الغابة وبيحاولوا يهربوا مع الناس من العمالقة، لكن ما بيكونش فيه فايدة لانهم بيطلعوا الجبل وراهم. وبعد كده بنشوفهم هم بيهربوا من العمالقة وهم بيدمروا المدينة، والفلوس بتقع منهم وخليل بيرجع عشان يجيبها، لكن رمزي بيشده عشان يهربوا بسرعة لكن ما بيلحقوش والصخور بتقع عليهم. وبنشوف صخرة واقعة على رجل رمزي وبيكون خليل مات. بعد كده بيجي عملاق وبيدوس على رمزي ويموته. وبعد كده بنشوف الناس وهم واقفين قدام البوابة بتاعة الحصن وبيكونوا مش عارفين يفتحوها، وبيجي العمالقة يموتوهم ويدمروا الحصن. وبعد كده بنشوف العمالقة هم بيدمروا بقية المدن وبيقتلوا كل البشر. بنشوف إني وأرمن على السفينة، وإني بتسأله لو كانت الإصابات بتاعته خفت. بيرد عليها أرمن وبيقول لها أيوة، فبتطلب منه إني إن هو يروح يقعد جنبها، ولما بيقعد بتشكره إن هو ساعدها الفترة اللي فاتت وكان بيتكلم معاها، وبتقول له أنت ليه كنت بتتكلم مع صخرة ما بتردش على حد، مع ان كان في بنات احلى مني بكتير كان ممكن تتكلم معاهم. لكن ارمن بيقول لها الموضوع مش كده، وان هو كان عايز يشوفها. قالت انت بتتكلم مع عدو زيي عشان انت شخص طيب وبتيجي تقوم وتسيبه. لكن ارمن بيمسك ايديها وبيقول لها انا مش شخص طيب، انا قتلت ناس كتير من ضمنهم اطفال، ودلوقتي باخد قرار اخون بيه سكان الجزيرة بتاعتي. وبنروح للقاعدة اللي موجود فيها الطيارة وبنشوف العمال وهم بيحاولوا يشيلوا من عليها المتفجرات، لكن ارمن بيقول لهم خلوها معانا على السفينة عشان هنحتاج لها. بعد كده بنشوف ميكاسا وهي رايحة لإني عشان تديها الأسلحة بتاعتها، لكن إني بتقول لها إن هي مش هتشارك معاهم في الحرب، وبتقول لها إن هي ما عندهاش رغبة في إنقاذ البشرية لأنها هي والعشيرة بتاعتها كانوا دايما مضطهدين من البشر. ميكاسا بتقول لها خلاص انتي مش مجبرة ان انتي تشاركي معانا، وإني بتقول لها هو انت هتقتلي ايرين، لكن بترد عليها وتقول لها انا هحاول ارجعه لينا من تاني. بعد كده بنشوف ليفاي وهو بيحاول يتحرك وارمن بيكون جنبه وبيقول له انت لازم ترتاح، فبيرد عليه ليفاي وبيقول له ان هو لو فضل اكتر من كده في السرير هينسوه، وكمان لازم يستجوبوا هيلانا عشان يعرفوا مكان ايرين. بعد كده بنرجع فلاش باك وبنشوف هيلانا وهي بتشاور لايرين على الخريطة وبتقول له ان هو لازم يدمر الحصن ده لان في مركز بحوث للمنطاد وهيكون خطر على جيش العمالقة بتاعه. بعد كده بنرجع ليهم تاني وهيلينا بتقول لهم على الوجهة بتاعت ايرين، وبنشوف العمال وهم بيصلحوا الطيارة. وتاني يوم بنشوفهم هم بيجهزوا وليفاي بيقول لهم اسبوعين كفاية عشان اشارك معاكم. بعد كده بنشوف فلوك وهو بيضرب عليهم نار، لكن ميكاسا بتضربه وبتسيبه في رقبته، وبنعرف ان هو كان ماسك في السفينة وجي وراهم لحد هنا. بيقول لهم واحد من العمال ان التانك البنزين اتخرم ومش هينفع يطيروا بالطيارة، وبيجي واحد تاني وبيقول له انه هيقدر يلحم الثقوب دي. وفجأة بيحسوا بهزة ارضية ورينر بيخرج عشان يشوف في ايه، وبيتفاجئ ان العمالقة وصلوا لحد عندهم. ارمن بيقول لهم ان هو هيفضل هنا ويأخر العمالقة، لكن راينر بيرفض وبيقول له انت املنا الوحيد عشان نهزم ايرين، وانا اللي هستنى هنا واخر العمالقة.
بتيجي القائد بتاعهم وتقول لهم ان مفيش حد هيستنى هنا غيرها، وبتعين ارمن القائد عليهم وتقول له ان هي واثقه فيه، وبتسيبهم تتحرك وتقابل ليفاي، وليفاي بيحط ايده عليها وبيقول لها كرسي قلبك. تتفاجئ القائده من كلامه وبتقول له انا اول مره اسمعك بتقول الكلام ده. بتروح تهجم على العمالقه وبتبدا تقتلهم واحد ورا التاني. في الوقت ده بتكون الطياره اتصلحت وتحركوا بسرعه. بنرجع التاني للقائده واللي بتكون هدومها بدات تولع، وبتفضل تقتل في العمالقه لحد ما جسمها كله بيتحرق وبينفجر، وبيكون الفريق بتاعها شافها من الطياره وبيعيطوا كلهم. مره واحده القائده بتفوق في مكان وبتعرف ان هي ماتت، وبتشوف كل الابطال اللي ماتوا قبلها، وبتعرف ان الطياره والسفينه اتحركوا. بنشوف الفريق في الطياره وهو زعلان، وبنعرف ان الوقود يدوبك يوصلهم لحد ايرين، وبيبداوا يحطوا الخطه اللي هيهجموا بيها، وبيرسموا شكل العملاق المؤسس واللي بيكون عباره عن هيكل عظمي وبيتحرك زي الحشرات، وبيحاولوا يعرفوا مكان المتحكم هيكون فين. لكن ليفاي بيقول لهم ان ممكن يكون مكانه بيتغير زي عملاق مطرقة الحرب، وبيقولوا ان هم لازم يقتلوا زيك. راينر بيقول لهم ان حتى بعد كل ده انا مش هقدر اسامح نفسي لان قتلت ناس كتير، بس برضه لازم ننقذ اللي فاضل من البشرية. وبعد كده راينر بيلاحظ حاجة وبيقول لهم ان ايرين بيتحكم في كل العمالقة، بس هو ما بيتحكمش في العمالقة بتوعنا، وده معناه ان هو عايزنا نوقفه عشان ما يشيلش ذنب موت كل البشرية لوحده. وفجأة بيلاقي نفسهم في عالم المسارات وبيعرفوا ان ايرين سامعهم، وارمن بينده عليه بصوت عالي وبيقوله كفاية كده، محدش هيقرب للجزيرة بتاعتنا تاني لمئات السنين، وبيقوله انت لو وقفت دلوقتي هنقدر نعمل معاهدات سلام. وفجأة كلهم بيشوفوا عيل صغير واقف بعيد وبيكون هو ايرين. بيجروا عليه عشان يروحوا له، وارمن بيسأله انت ليه سايبنا نتحكم في العمالقة بتوعنا؟ بيرد عليه ايرين وبيقول له عشان اكون حر لازم اسلب العالم ده كله حريته، بس انا مش هاخد منكم اي حاجة. وفجأة بتلاقوا نفسهم رجعوا للمكان اللي بدأوا منه، وايرين بيكمل كلامه وبيقول لهم الكلام مش هيجيب معايا اي نتيجة، وان انا هكمل في الطريق اللي اخترته، والطريقة الوحيدة عشان توقفوني انكم تقتلوني. وبيرجعهم تاني للطيارة، وبنروح نشوف اني وهي على السفينة، وبيجيلها فالكو وبيقول لها ان هو حلم بزيك، وبيقول لها ان هو شاف ان العملاقة الانثى بتجسد العمالقة التانيين مجرد ما تاكل جزء منهم. بترد عليه اني وبتقول له ايوه عشان كده كانوا بيخلوني اكل حاجات كتير. وبتعرف اني ان هو بيشوف ذكريات زيك، وفالكو بيقول لها ان هو في الحلم قدر يتحول لعملاق عشان شرب النخاع الشوكي بتاع زيك، وشاف نفسه هو طاير فوق السحاب. بنروح لقطر بيكون موجه ناحية الحصن، بيكون جواه اهالي المحاربين، ويكونوا رايحين هناك على امل ان هم يستخدموا المناطيد ويهربوا بعيد عن العمالقة. ولكن لما بينزلوا من القطر ما بيطلقوش ولا منطاد، وبيشوفوا كل المناطيد طايرة في السماء ومتجهة ناحية العمالقة. بعد كده بنشوف القائد الجوي وهو بيكلم الجنود، بيقول لهم ان دوت اخر حصن موجود فيه بشر، وان المسؤولية مش بتقع عليهم لوحدهم، ولكن المسؤولية بتقع على البشر كلهم بسبب الكراهية اللي جواهم ناحية جزيرة الشياطين، واحنا اللي خلقنا الوحش ده. والعملاق المؤسس بيبدأ ياخد باله من المناطيد اللي طايرة فوقيه وبيبدأ يهجم عليهم، ولكن بتبدأ الجنود بترمي بسرعة عليه براميل البنزين وبتنزل على العمالقة وبتحرقهم. ولكن العملاق المؤسس ما بيتأثرش بأي حاجة، وبيأمر العملاق الوحش انه يدمر كل المناطيد، والناس بدأت تفقد الامل ان هم يعيشوا. بس فجأة بيشوفوا طيارة بتتوجه ناحية العمالقة وبتتفادى هجوم العملاق الوحش بصعوبة. بعد كده بيكملوا الطريق ناحية العملاق المؤسس، وكلهم بينطوا من الطيارة وبينزلوا عليه. بعد كده راينر بيتحول للعملاق المدرع وبيقدر يفصل العملاق الوحش عن العملاق المؤسس. وبنشوف ارمن وهو بيسأل ايرين وبيقول له مجرد ما نخرجك من هنا هتكون حر ازاي؟ وبكده تكون خلصت الحلقة دي، والحلقة التانية هتنزل في شهر 10. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا اشعارات الفيديوهات الجديدة، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وكومنت عشان نخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن.